اسماعيل سايباري لاعب فريق بي اس في ايندهوفن، الراجل اللي ختم الموسم اللي فات على مستوى الدوري الهولندي وهو عنده 15 هدف و8 اسيست. الراجل اللي عنده 25 سنه اللي مقدم مستويات ممتازه على مستوى الكره الهولنديه ومقدم شغل كويس جدا مع فريقه، وقدر ان هو يعمل مواسم كويسه جدا ويعمل شغل كويس جدا. ويمكن احنا عارفينه مع منتخب المغرب، اتفرجنا عليه اكتر من مره، شفنا ازاي الراجل ده بيمثل نقله نوعيه كبيره جدا. وفي اعتقادي ان الصفقه دي بالنسبه لفريق بايرن ميونخ هي اصبحت مهمه بعد ما صفقه انتوني جوردن اتعقدت والراجل انتقل لفريق برشلونه. وانا في اعتقادي ان هي صفقه انا شايف ان هي مناسبه جدا، بعيدا عن ان اخر تجربه مغربيه في بايرن ميونخ يعني ما نجحتش 100%. نصير مزراوي الراجل يمكن كانت الامور ماشيه بشكل كويس، بعدين الاصابات، ثم الراجل لما اتكلم بشكل واضح عن اهلنا في غزه بعد 7 اكتوبر وكان داعم بشكل واضح للقضيه الفلسطينيه، اتعقد وضعه ودخل فريق بايرن ميونخ وبعدين انتقل لفريق مانشستر يونايتد، ما بين ماتشات اساسي، ماتشات احتياطي، ماتشات بيلعب باك يمين، ماتشات بيلعب كقلب دفاع، لكن مسيرته ماشيه لحد دلوقتي. اسماعيل سايباري انا شايف ان هو لاعب كويس جدا، لاعب كروتيشن وكسكواد بلاير بالنسبه لفريق بايرن ميونخ هيفرق بشكل كبير جدا، لان انت بتتكلم على لاعب يقدر ان هو يتبدل ما بين مركز الجناح وما بين اللاعب اللي تحت المهاجم، فهو هيدي فرصه لفريق بايرن ميونخ في ماتشات ان هو يريح لويس دياز او يبقى عنده لاعب مكان سيرج جنابري لحد ما يشوف الوضعيه بتاعه جمال موسيالا هتقدر الامور تمشي ازاي، هل الراجل هيرجع لنفس المستوى ونفس القوه اللي احنا متعودين عليها. صفقه انا متامل فيها الكثير من الخير للاعب انا في اعتقادي ان الخطوه دي هو خد وقته بشكل كبير جدا لحد ما قدر ان هو يوصل لها، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي بتميز جيل منتخب المغرب بتاع كاس العالم 2022 ان مفيش لاعب استعجل ان هو يروح لفريق كبير، يعني اللي هو كل الناس خدت الامور بالراحه، اللهم الا سفيان مرابط الانتقال لمانشستر يونايتد اللي يمكن بهدل الدنيا معاه شويه بعد ما كان ماشي بخطوات ثابته على مستوى الدوري الايطالي. لكن اجمالا انا شايف ان هي خطوه ممتازه جدا، شايف ان هي صفقه ممتازه جدا لو كمت. شايف اللعيب ده سواء كان سكواد بلاير او لاعب هياخد وقت اطول جوه الملعب عشان خاطر يقدر ان هو يشارك، هيقدر ان هو يقدم مساهمات كبيره لفريق بايرن ميونخ، وهيقدر ان هو يبرز قدراته الحقيقيه في دوري متشاف على الاقل اكتر من الدوري الهولندي شويه، وكمان مع فريق بقيمه وحجم بايرن ميونخ، احد كبار القاره الاوروبيه اللي انا برشحه بدايه من دلوقتي انه السنه الجايه هيكون المنافس الاول لباريس سان جيرمان على تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا.